السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة إن شاء الله غادي ندوي فيها على الأرق اللي هو واحد من أمراض العصر. شنو هو الأرق؟ الأرق هو اضطراب في النوم وعدم استمراريته، يعني كنعسو بواحد الصفة اللي هي متقطعة، يعني ما كنعش واحد النعاس اللي هو متكامل حتى الصباح وفيه الراحة، ما كاينش فيه الراحة، او لا ما كنقدرش كاع نعس وكنبقى كنحس بالسوايع حتى الصباح، وهذا الشيء كيأثر لينا على المزاج ديالنا بالنهار وعلى الحياة ديالنا اليومية. دابا اشنا هما الاسباب ديال هذا الارق؟ الاسباب ديال هذا الارق اولا كتقدر تكون امراض مزمنه، ثانيا يقدر يكون استعمال بعض العادات اللي هي خايبه، بحال مثلا استعمال المنبهات قبل النوم، يعني منين قبل ما كنعسو كنمشيو نشربوا القهوه اولا كنشربوا الشاي، وهذه منبهات كطير علينا النعاس. او لا ايغالمون كيكون عندنا القلق والتوتر، او لا ما كنديروش شي اشياء اللي غادي تجعل الجسد ديالنا يتعب ويخلد النوم بكل سهوله، بحال مثلا الاسترخاء او لا بحال ممارسه الرياضه. الوغ اشنا هو العلاج ديال هاد الارق باش ما نبقاوش نعيشوه بصفه مستمره؟ لا بروميير دي شوز اللي خاصنا نديرو هو اننا نديرو ان هيجين دو في. شنو هي هاد ليجين دو في؟ هو اننا نحاولوا نعسو في واحد الاوقات اللي هي ثابته، مثلا دائما من 9 العشيه دائما كنمشيو نخلدوا الى النوم الا العشرة دائما وما تنبدلوهاش. ثانيا خاصنا نبداو نمارسوا الرياضه باستمرار باش الجسد حتى هو منين كيتعب كيخلد النوم بواحد الهدوء وبواحد الراحه اللي هي يعني سهله. الوغ ثالثا خاصنا نعودوا نمارسوا شويه ديال الاسترخاء. رابعا خاصنا نبعدوا على دوك المنبهات قبل النوم. وخامسا نحيدوا واحد السبب اللي حتى هو كيكون من الاسباب ديال الارق اللي هو استعمال الاجهزه الالكترونيه، بحال مثلا البورطابل اللي كنبقاو منين كنبغيو نعسو كنبقاو كنستعملوه تنشوفوا فيه لواحد المده اللي كتفوت ساعه ولا ساعتين وحنا مكوانسين على داك البورطابل، وهذاك الشيء كيسبب لنا ان داك الغيونمون ديالو كيعود ياثر على الدماغ ديالنا وما كيخليش يعني ما كيخليش النوم يجينا بواحد الطريقه اللي هي سلسه وسهله. ولكن اللي غادي نقول لكم هو انه الا درنا كل شيء هاد ليجين دو في واستعملنا كل شيء هاد الاشياء اللي ممكن تساعدنا على النوم الهادي، راه خاصنا الا بقى الارق مستمر معنا خاصنا نمشيو نشوفوا طبيب مختص، لان هذا يقدر يكون عرض من الاعراض ديال شي مرض مزمن او لا شي مرض اللي حنا ما عرفناش. دونك خاصنا نمشيو عند طبيب مختص باش يلقى لنا الحل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.